هقول لكم الحكاية بكل تفاصيلها وكل كلمة من القلب للقلب، بس خليكم معايا وركزوا، لأن الكلام مش سهل ولا عادي. ده في تفاصيل بتشد وترقص في دماغك وتخلي كلامي يرن في ودانك كأنه نغمة في عز النهار. أنا كنت زمان متعودة أقول لجوزي قبل ما أروح أنام: أنا هخش أنام وأستريح شوية، وهو كان بيرد بكل برود وقال لي: خلاص يا ماما، خش استريحة. وأنا دخلت أوضتي على نفسي وأنا بأدعي إني نايمة على السرير، وفي اللحظة دي ما كنتش متوقعة حاجة هتقلب الدنيا. فجأة وأنا في نص نعاسي شفت جوزي داخل عليا بابتسامة عريضة، كأن الدنيا ابتسمت لي وأنا نايمة. كنت مش مصدقة عينيا، بس حسيت إن حاجة كبيرة على وشوشنا هتبدأ تتحرك من اللحظة دي. يلا بينا نبتدي الحكاية من أولها. أنا كنت بنت من زمان، شاطرة في شغلي ومتعلمة، وأهلي ربوني تربية كويسة جدا، وخلصت تعليمي واشتغلت في شركة كبيرة. كنت دايما عندي حلم كبير إني أثبت نفسي وأحقق ذاتي، وما كنتش بفكر في الجواز قوي في الأول. لكن يوم من الأيام لقيت نفسي مضطرة أقدم على خطوة جديدة، وتقدمت لعريس. العريس ده من أول نظرة حسيت إنه مختلف، بس برضه كان في حاجة غريبة. مش كان بينا كلام من القلب، لأ، كان جواز على نظام صالونات، يعني علاقة مبنية على احترام روتيني من غير أي لمسة حب حقيقي. اتجوزنا وإحنا بنتعامل مع بعض بكل احترام، وكل حاجة كانت ماشية بمعدل ثابت وروتين يومي من الشغل للبيت والعكس. وإحنا بنقول دايما إن الحب أساس العلاقة، لكن بينا كان في اتفاق ضمني إننا نحافظ على النظام والحياة الهادية. ومع مرور الأيام ربنا رزقنا بابن اسمه جمال. جمال بقى مركز حياتنا، وكل تعبنا وشغلنا كان علشان نأمن له مستقبل كويس ونبني له حياة مليانة أمل وطموح. كان جمال بالنسبة لينا مش بس ولد، ده كان بمثابة النور اللي بينور كل يومنا، والسبب في إننا نصحى الصبح ونواجه تعب اليوم. عشنا في شقة جميلة في منطقة راقية، وفي نفس الوقت جوزي كان عنده طموح جامد جدا. كان دايما بيحلم إنه يثبت نفسه في مجاله، يسيب بصمته بعيد عن الروتين اللي كنا عايشينه. مرة من المرات وأنا قاعدة في البيت بفكر في اللي حواليا، جوزي فجأة قال لي: أنا هسيب الشغل وأسافر عشان أعمل اسم كبير ليا. أنا بصراحة ما كنتش مصدقة اللي سمعاه. قلت له: إزاي يعني؟ إحنا هنا عايشين كويس ومفيش داعي للتغيير لو الوضع مستقر. لكن هو كان مصر على كلامه، وما كنش بياخد رأيي في أي حاجة، كله على هواه. وكل ما نقعد نتكلم في الموضوع كانت الكلمة تنقلب كلمة وكلمة، والحوار بقى صعب ومتشابك. في الآخر قرر سافر وسابنا مع وعد إنه هيرجع بعد 2 أو 3 علشان يعمل اسم كبير ويحقق حلمه. جوزي سافر وابتدت أيام الغياب تقطع بينا كأنها سنين. كل ما كان بينزل علينا كان بيكون معاه هدايا ومصاريف بالهبل، لكن كان دايما بيقول الموضوع مش هيكمل لأن التذكرة بقت غالية والمصاريف زايدة. وأنا كنت بفكر كتير، هل هو بيفكر في مصلحتي ومصلحة جمال، ولا هو بس عايز يحقق حلمه مهما كان الثمن؟ كل ما كان بينزل كنت بلاحظ تغييرات بسيطة في تصرفاته، ومع الوقت بقى واضح إن العلاقة بينا بتتغير. وفي كل مرة ينزل فيها كنت بحس إن روح العلاقة بتتلاشى أكتر، وكأن الغياب بيزود الفراغ اللي بينا. كنت بدعي ربنا يوفقني وأنا بستنى اليوم اللي يرجع فيه ويبقى بينا كلام من القلب، مش مجرد روتين عمل وهدايا. ومع مرور الأيام والشهور بدأت أحس إن التعب والإرهاق بدأوا يظهروا عليا بشكل واضح. كنت دايما بحس بصداع متواصل وإرهاق مش طبيعي، وحسيت إن حتى أكلي وحياتي اليومية بقت متأثرة بالتوتر اللي جوايا. كنت بفكر
يمكن ده كله بسبب ضغوط الشغل والحياة، وممكن يكون جسمه بيحتاج يرتاح. وفي يوم من الأيام صاحبتني اللي كانت دايما جنبه، اللي هي دكتورة محترمة من صاحباتي، نصحتني أعمل تحليل شامل وأروح للدكتور أطمن على صحتي. في البداية ما كنتش عايزة أقول، لأني مش من الناس اللي بتروح للدكتور على طول، لكن مع الوقت ومع زيادة الألم في دماغي اضطريت أروح. رحت للدكتور وبدأت أحكي له عن كل اللي بحس بيه: التعب، الصداع المستمر، الدوخة، والإرهاق اللي مش بيروح. الطبيب بص عليا بنظرة استغراب، وبعد ما عمل التحاليل جه بيقول لي كلام فاجئني جدا: يا ست، التحاليل بتبين إنك بتاخدي نوع من المخدرات. الكلام ده كان زي الرعد في سماي، وأنا بطلت أصدق إن الكلام ده ممكن يكون صح. أنا الست اللي عمري ما جربت أي حاجة من الحاجات دي، واللي كل حياتها مبنية على النظام والاحترام، فجأة لقيت نفسي متهمة بحاجة ما عملتهاش. بعد كلام الدكتور بدأت أشعر بزيادة في التعب والدوخة، وكأني مش قادرة أتحمل ضغط الأيام اللي فاتت. كنت أفكر في كل حاجة وأتساءل: مين اللي ممكن يكون عمل كده؟ هل ده تأثير عن بعد ولا إيه؟ وبدأت الشكوك تدخل في دماغي، خصوصا وأنا بفكر في اللي حصل مع جوزي والسفر والغياب الطويل. وأدهشتني تصرفات ابني جمال، كان دايما بيحاول يطمن عليا بأدبه ولطفه، لكن في نفس الوقت كان في حاجة غريبة في سلوكه. مرات كان يدخل المطبخ من غير أي مقدمات وبص عليا كأن في سر مش باين، ومرات تانية كان يسألني: يا ماما، تعوزي كوباية قهوة؟ وكأن القهوة دي هي اللي هترجع لي النشاط وتطرد عني التعب. كنت بأدعي في سري: يا رب خلص كل ده ويفتح لي باب الراحة. وكنت بقول لنفسي إن كله ممكن يكون غلط في النظام أو ضغط الشغل، لكن قلبي كان بيرقص شوق لمعرفة الحقيقة. وبعد ما عدت أسبوع من التحاليل والعلاج الأولي بدأت أحس إن الأمور مش ماشية زي ما أنا متوقعة، والتعب رجع تاني بكثافة أكبر. في يوم من الأيام، وبعد ما حسيت إن القهوة اللي كنت بشربها من إيد ابني مش قادرة تصحي دماغي، قررت أروح لدكتور تاني. وأنا داخل العيادة حسيت إن في حاجة غريبة في الجو كله، كأن قلبي بينبض بسرعة مش طبيعية. الدكتور الجديد بعد ما سمع حكايتي وراجع تحاليل من جديد أكد لي إن الكلام اللي قاله الدكتور الأول صحيح. التحاليل بتظهر آثار لمواد مخدرة، وده مش طبيعي خالص بالنسبة لست محترمة زيه. والأدهى من كده، الدكتور كمان قال لي إن الكلام ده مش بس بسبب حاجة لحظية، إن في تأثير لمواد دي على جسمه بقى مسيطر ومغير كل حاجة في صحتي. أنا بقيت مش قادرة أصدق إن ده بيحصل له، خصوصا وأنا طول عمري حافظت على نفسي، ما تعاطيتش ولا شربت ولا جربت أي حاجة ممكن تسبب لي المشكلة دي. وانتوا عارفين إن الدنيا ساعات بتفاجئك، وأنا فعلا ما كنتش مستعدة للمفاجأة اللي حصلت في يوم من الأيام لما كنت نايمة على السرير وباقية في عالم أحلامي. فجأة حسيت إن في حد داخل أوضتي من غير سابق إنذار. أفتح عينيا وشوف مين؟ ابني جمال، اللي أنا ربيته من أيام ما كنت صغيرة، داخل عليا من غير هدوم وواقف قدامي بابتسامة عريضة، كأنه مش عارف قد إيه الدنيا اتقلبت. أنا في اللحظة دي حسيت إن كل الشكوك اللي كانت في بالي اتلخصت في اللحظة دي، واندفعت كل مشاعري جوه قلبي. قمت بصوت عالي وضربت فيه، وبدأ يبكي ويبكي، وكأنه بيحكي كل الأسرار اللي كان مخبيها من زمان. ابني اعترف بكل حاجة، وقال إن أصحابه اللي في المدرسة واللي كانوا من الأشخاص اللي ضلوه في الطريق هم اللي خلوه ينزلق ويجروا في دوامة من التصرفات الغلط. وفي نفس اللحظة حسيت إني مش بس بحاول أفهم اللي حصل، لكن كمان بحاول أفهم نفسي. هل أنا السبب في كل ده؟ هل كنت مخطئة في تصرفاتي؟ ولا يمكن كل اللي حصل ده كان من غير إرادتي؟ وفي وسط الفوضى حسيت إن الناس كلها بدأت تتكلم عني، تتهمني إني فضحت نفسي وفضحت ابني، وإن جوزي
اللي كان دايما بعيد وسايبني بدأ يلوم فيا حتى لو أنا ما كنتش لي دور في اللي حصل. اتصلت بالشرطة وأنا في حالة من الزهق والصدمة، وقلت للضابط كل اللي حصل، من أول اللحظة اللي دخل فيها ابني أوضتي لحد ما اعترف بكل حاجة قدام عينيا. الشرطة بدأت التحقيق، وفعلا قبضوا على ابني قدامي وهو قاعد هناك بينكد، وكل كلمة بيقولها كانت كأنها اعتراف من قلب مكسور. وأنا واقفة هناك مش عارفة إذا كنت لازم أسامح ولا أكمل معاه. الكلام ده كان قاسي جدا عليا، وخلاني أفكر كتير في حياتي وفي القرارات اللي اتخذتها. بعد كل الأحداث دي بقيت أسأل نفسي كتير، هل أنا غلطانة؟ هل كان لازم أبلغ عن ابني وأخليه يتحاسب على اللي عمله؟ ولا يمكن كان في حل تاني، حل كان ممكن ينقذ كل حاجة من الانهيار ده؟ كنت بفكر في كلام جوزي لما كان معانا قبل ما يسافر، وبحاول أفهم إذا كان في فرصة إني أصلح كل حاجة من غير ما يكون في أذى أكبر، أو إذا كان لازم القانون ياخد مجراه علشان ما يتكررش اللي حصل. وأنا قاعدة في غرفتي، ومهما حاولت ألاقي رد على كل التساؤلات دي كانت الأفكار بتيجي من كل اتجاه، وكل فكرة كانت بتحمل في طياتها ألم وخوف من المستقبل. كنت بحس إني عايشة في عالم متغير، والعالم اللي كنت فاكرة إنه ثابت اتبدل بشكل مفاجئ بدموع وندم. في النهاية قررت أفتح قلبي وأطلب رأي الناس. بعت في التعليقات وأقول: يا جماعة، أنا محتارة، عملت كل حاجة علشان أحافظ على نفسي وعلى ابني، لكن الدنيا قلبت ضدي. هل انتم شايفين إن اللي عملته صح؟ ولا يمكن كان في حل تاني يخلينا نتجاوز الأزمة دي من غير ما نخسر حاجة غالية علينا؟ ودلوقتي يا حبايبي، أنا بس مستني رأيكم وتعليقاتكم، علشان كل كلمة منكم تعتبر ليا دعم وأمل في مواجهة اللي جاي. الحياة ساعات بتكون قاسية وتفاجئك بحاجة ما كنتش تتخيلها، وفي كل لحظة ممكن تتبدل الدنيا من حولك بسرعة. كل اللي عايشه دلوقتي من ألم وحيرة بيخليني أفكر إزاي الواحد يقدر يحافظ على نفسه وسط كل التحديات والضغوط، وهل ممكن إن الواحد يستعيد ثقته بنفسه بعد ما كل حاجة بتتراكم عليه. أنا مش قادرة أقول لكم إن اللي حصل ده كان صح ولا غلط، لكن اللي عارفاه إني لازم أتعلم من كل حاجة وأحاول أكون أقوى في مواجهة المصاعب. ممكن حد يقول إن القانون هو اللي لازم ياخد مجراه، ومينفعش حد يتهرب من المساءلة مهما حصل، لكن في نفس الوقت مش كل مشكلة بتتحل بالقوة ولا بالعنف. أنا دلوقتي في مفترق طرق، وكل يوم بيزيد السؤال: هل أنا غلطانة؟ وأنا بحاول ألاقي لنفسي جواب يريح قلبي ويهدي دماغي. يمكن الحل يكون في الحوار، أو في فرصة تانية للتصحيح، أو حتى في مساعدة متخصصة تخلي الواحد يفهم كل حاجة من جديد. اللي عايزه أقدمه لكم النهاردة هو إن مهما كانت الظروف قاسية